واحد، اتنين، تلاتة. 3 اسباب انت ما عندكش ثقه في نفسك. اتفرج على الفيديو لغايه الاخر وهقول لك بالظبط انت ليه ما عندكش ثقه في نفسك، ولو نفذت ال3 حاجات دوت وعملت عكسهم والله هيبقى عندك ثقه في نفسك. بس الحاجات دي مش سهله، يعني الحاجات اللي انا هقولها دي مش سهله ومش اي حد يعرف يعملها. بس انت لو بجد عايز تغير ثقتك في نفسك وعايز تحسن من نفسك ومش عايز كل شويه تبقى خايف وكل لما تعمل حاجه تبقى ما تعملهاش والناس حاسه كده انت ما عندكش ثقه وانت حاسس انت ما عندكش ثقه، كمل الفيديو لغايه الاخر وهقول لك بالظبط انت ممكن تغير حياتك ازاي. هم صعبين، يعني ما تعملش حسابك ان هم هيبقوا سهلين، لا هم صعبين جدا. لو عملتهم ثقتك في نفسك هتغير 100%. اول سبب انت ما عندكش ثقه في نفسك، انت ما تستاهلش يبقى عندك ثقه في نفسك. ليه بقى؟ انت كل شويه بتخيب املك، كل مره بتقول حاجه ما بتعملهاش. اصل مش محتاج اينشتاين يفسرها. كل مره بتقول ما مش هتروح الجيم ما بتروحش، كل مره بتقول هذاكر ما بتذاكرش، كل مره بتقول هشتغل على نفسي ما بشتغلش على نفسي، هقرا هعمل اي حاجه وما بتعملهاش. مش هتفرج على بورن هتفرج على بورن، مش هضيع وقتي بتضيع وقتك. اكيد مش هيبقى عندك ثقه. بس فكر فيها لوجيك يا جماعه، مش محتاجه تفسير. انت لو كل مره بتقول حاجه بتعملها اكيد هيبقى عندك ثقه في نفسك، اكيد 100%. الانسان اللي عنده ثقه في نفسه هو بس لما بيقول حاجه بيعملها. فده السبب الرئيسي، ده السبب اللي كل حد ما عندوش ثقه، عشان كل مره بيقول حاجه ما بيعملهاش. وده سيمبل قوي بس صعب. هو صعب طبعا ان انت تروح الجيم كل يوم، صعب ان انت تاكل صح كل يوم، صعب ان انت تصلي وتذاكر وتشتغل على نفسك كل يوم، اكيد صعب. بس تخيل لو انت بتعمل كده اكيد هيبقى عندك ثقه كبيره جدا في نفسك، وهتعمل فيديوهات زي كده ومش تهتم باي حد يقول ايه، عشان انت عارف انت بتعمل حاجه صح وعندك ثقه في نفسك. والاحساس ده جميل بجد، الاحساس ده جميل، انا عايزك تحس بالاحساس ده. انت كل مره بتقول حاجه بتعملها، هتنام كل يوم متاكد ان انت عملت اللي عليك وما ما خيبتش املك. انا عمري ما بخيب املي عشان انا بحب نفسي. فحب نفسك وكل لما تقول حاجه اعملها. تاني سبب انت ما عندكش ثقه في نفسك، انت حواليك ناس بيخلوك ما عندكش ثقه في نفسك. ايه بقى؟ صحابك عيلتك، المدرسة، الناس اللي في المدرسة، المدرسين، بيخلوك ما عندكش ثقة في نفسك. ليه بقى؟ عشان هما بيقللوا دايما منك. انت مثلا صاحبك مثلا، انت عايز تشتغل على نفسك، يقول لك لا يا عم ما تشتغلش على نفسك، لا اهدى يا عم هتتمرن كل يوم، انت هولك ولا ايه؟ لا انت بتاكل صح كده ليه؟ لا اهدى، تعالى كل معانا بلبن. بيفضلوا يقللوا منك ويخلوك كده، يعني طبيعي عايزينك تبقى زيهم. وانت لو كل الناس اللي حواليك، وكل الناس اللي حواليك انا متاكد 100% لوزرز، خسرانين. ما تقوليش اللي هم ناس سكسسفل وعندهم اهداف وبيشتغلوا على نفسهم، لا مستحيل. انا كمان كده، احنا مش حاجه يعني مش حاجه غريبه. انا مش حواليا ناس دلوقتي في الليفل ده، انا ممكن لما اطور من نفسي هيبقى حواليا ناس احسن، بس انا في الليفل ده كمان مش حواليا ناس شغالين على نفسهم وعندهم اهداف. واحسن ان انت تبقى لوحدك ولونلي، احسن ما انت تفضل تقعد مع ناس بيخلوك اوحش، نسخة اوحش، يفضلوا ياكلوك اكل غلط، يفضلوا يدوك سيجارة، تعمل فيبنج، تضيع وقتك. الناس دي بتفضل تقلل منك وانت بس حاسس انا بخرج مع اصحابي، أم، بهاف فن مش عارف ايه. انت مش هيحصل حاجة، مش هيبقى عندك ثقة في نفسك وانت بتعمل كده. اللي حواليك دوت عيال اصلا مش هيبقى عندهم اي اهداف ولا هيوصلوا اللي هم عايزينه وانت عارف كده. ما تفضلش يعني ما تقوليش العيال اللي بيروحوا بلبن كل يوم واللي بيفضلوا يخرجوا واللي ما عندهمش اي اهداف دوت هيوصلوا للي انت عايز توصله. اكيد مش هيوصلوا، اكيد. بس اللي بيشتغل على نفسه كل يوم ده اللي هيوصل. فاحسن ان انت ما يبقاش حواليك ناس اصلا، احسن ما يبقى حواليك ناس عمالين يقللوا منك ويقولوا لك كلام نيجاتيف ومش عايزينك توصل لهدفك. يا عم انت تشتغل نفسك يوم الخميس، تعالى اخرج معانا، نروح تعالى السينما، تعالى بلبن. انا مش عارف بلبن دلوقتي بقى كل حد بلبن بلبن بلبن. لا، حواليك ناس احسن منك اكيد هيحسنوك. بس انا كمان ما عنديش حواليا ناس كويسين زي ما انا بقول لك. اشتغل على نفسك واوصل لدرجه اللي انت يبقى حواليك ناس كده. انا هشتغل على نفسي على النقطه دي ويبقى حواليا ناس احسن مني عايزيني اوصل لاهدافي. احسن تبقى لوحدك بجد. تالت سبب انت ما عندكش ثقة في نفسك ولا حاجة، خايف من حاجة مش موجودة. انت خايف من الناس فاكرة ايه. انت فاكر الناس مركزة معاك، انت فاكر الناس اللي في المدرسة مركزة معاك، انت فاكر الناس اللي حواليك مركزين معاك، ولو عملت مثلا حاجة هيقولك لا مش المفروض تعمل كده. ايوه هيبقى في ناس ممكن يعيبوا عليك. انا كل يوم في المدرسة حد بيعدي يقول لي ستوب واتشنج بورن مش عارف ايه،
لوكس ماكسر، هو ده فاكر نفسه مين؟ يعني النهارده مثلا في المدرسه حد معدي قال لي لوكس ماكسر، هو بيهزر يعني بطريقه كده غبيه كده، وبعدين قال بعديها وانا ما بصيتلوش، الواد ده فاكر نفسه احسن مننا. خلاص طز. يعني انا بعمل حاجه صح، يعني بساعد الناس ان هم ازاي يوقفوا يتفرجوا على بورن، والناس بتعايب على كده. وانت تفتكر اي حد من الناس دي هيقولوا حاجه انا هسمعهم؟ الناس دي ولا حاجه، بجد ولا حاجه، ومش هيوصلوا لاي حاجه. هم مش متخيلين اصلا هم يعملوا حاجه زي كده، فبيفضلوا يهزروا يضحكوا عشان هم عمرهم ما هيوصلوا للي انا هوصله. والله ما هيحصل. انت لو عندك ثقه في نفسك اللي انت هتوصل اللي انت عايزه. فما تخليش الناس القليله دي توقفك عن اهدافك. ما تخلكش ان انت تشتغل على نفسك ومثلا تعمل فيديوهات بعد سنتين تلاتة تقول لنفسك يا ريتني عملت فيديوهات، يا ريتني حسنت من نفسي، يا ريتني اشتغلت على اهدافي. بس ايه اللي وقفك بقى؟ الناس الهبله دي اللي تحت اللي ما بتعملش اي حاجه في حياتها، يفضلوا يعملوا كومنتس عليك كده على تيك توك ويوتيوب. الناس دي هي اللي موقفاك. تخيل الناس اللي ما عندهاش اي اهداف دي ومش هيوصلوا لاي حاجه، هم دول اللي موقفينك. انا بصراحه طز في اي حد يفتكر ايه. انا بعمل حاجه صح وانا عارف ليه بعمل حاجه صح، وبساعد الناس. وحتى لو حد فاكر غلط اللي انا ما بعملش اللي انا بعمله ده غلط، طز فيه. وانت المفروض يبقى عندك المايند سيت ده برضو. مش مهم اي حد يفتكر ايه، طز في اي حد. ما تفضلش خايف طول حياتك كده ماسك في نفسك، لا مش هشتغل علشان الناس دي هتعايب عليا. ايوه هيعيبوا عليك، بس اللي هما بيعيبوا عليك دي نقطة كويسة اصلا. معناها انت بتشتغل على حاجة ناس كتيرة ما تقدرش تشتغل عليها. محدش يقدر يعمل فيديوهات زيي، ولا حد في المدرسة يقدر، كانوا عملوا. محدش يقدر. فده بيديني ثقة في نفسي بجد. انا نفسي، انا مش هغير من نفسي عشان خاطر حد، عشان خاطر هم يحبوني او مش عارف ابقى اكسبتد. لا انا هبقى نفسي وهعمل فيديوهات اللي انا عايزها، ومش مهم اي حد يفتكر ايه. فاكيد هيبقى عندي ثقه في نفسي. فاللي موقفك ومش مخليك عندك ثقه في نفسك هو الناس اللي حواليك. انت فاكرهم ومركزين معاك، هم مش مركزين معاك، وهي حاجه مش موجوده، دي حاجه وهم. بس الدماغ بيصنعه عشان خايف من الهدف ده، او خايف هو يشتغل على نفسه، وخايف من الناس، بس هو مش موجود. وما تخلوش يأثر عليك ولا يخليك تقف على انت توصل لأهدافك ويبقى عندك ثقة في نفسك. باي.